السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هتكلم النهاردة كلمتين عن ماتش الزمالك وسموحة بكرة إن شاء الله في الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة وكأس عاصمة مصر. الماتش بكرة إن شاء الله بتوقيت مصر الساعة 8:10 بتوقيت الإمارات وعمان و8 بتوقيت مصر. المباراة هي الجولة الثالثة. الزمالك هو متصدر المجموعة بالتساوي مع المصري برصيد 4 نقاط، وسموحة في المركز السادس مع نقطة واحدة بس. المباراة بكرة إن شاء الله على ملعب المقاولين العرب. بصراحة الملعب اللي أنا يعني متضايق من أرضية الملعب بصراحة. لعبنا عليه الماتشين اللي فاتوا، ولسه هنلعب ماتش سموحة بكرة، ولسه هنلعب عليه كمان ماتش بلدية المحلة في الكاس. يعني في الوقت اللي استاد القاهرة بيتعمل له صيانة. anyway، ماتش الزمالك بكرة لازم طبعا تكسب، لازم نطلع منه بأكبر فايدة ممكنة. ماتش الحرس اللي فات، قبل ما نتكلم عن الزمالك، فسموحة لعب ماتشين في كأس الرابطة. اتعادل آخر ماتش مع الاتحاد السكندري 0-0، والماتش اللي قبله كان خسر من زد 1-0. هو معاه نقطة واحدة بس. سموحة طبعا مش من الفرق القوية السنة دي في الدوري، فالمفروض ان تنزل تفوز. بالنسبة للزمالك فاحنا لعبنا ماتشين في كأس الرابطة. لعبنا مع غرب الإسماعيلية، تعادلنا 3-3، ماتش احنا فاكرين احنا كنا متقدمين فيه 3-0، وللأسف الشديد خسرنا بسبب يعني تغييرات عملها أحمد عبد الرؤوف وحاجات كده، شوية حاجات تسببت في ان احنا نتعادل 3-3. والماتش اللي فات اللي إلى حد ما كنا أفضل، ويعني مش قوي، بس كسبنا بالعافية في آخر دقيقة بهدف ناصر منسي. كسبنا 2-1 بالعافية. الماتش بتاع الحرس اللي فات ده كان الى حد ما افضل شويه، كان الى حد ما احمد عبد الرؤوف ما عملش تغييرات كتير قوي، ما دخلش لعيبه شباب كتير قوي، فالى حد ما كنا متماسكين لحد اخر الماتش، وقدرنا ان احنا نخطف الفوز بعد اداء يعني احسن من ممتاز من خوان بيتزيرا، وهو اللي صنع الهدفين. فالتشكيل المتوقع لماتش سموحه بكره هو بنسبه كبيره هيبقى نفس تشكيل مباراه حرس الحدود. المهدي سليمان اتوقع ان هو هيبقى موجود زي ما هو. ده ماتش حرس الحدود. ده كان تشكيل ماتش حرس الحدود اللي فات. كان مهدي سليمان في حراسة المرمى، وده بنسبة كبيرة اللي أنا متوقع إن هو هيبدأ زي ما هو، نفسه هو اللي لعب الماتشين اللي فاتوا، وهيكمل زي ما هو. الباك اليمين كان بارون أوشنج. بصراحة يعني أنا كنت مستني يلعب ويشارك وكده باك يمين وعشان نشوفه، بس للأسف قدم مباراة سيئة جدا. واضح إنه قليل قوي قوي قوي. أنا مش عارف إزاي هي دي الصفقة اللي الزمالك وجون إدوارد المدير الرياضي كان بيموت نفسه علشان يخلصها وعلشان يأيده. يعني الواحد افتكر ان احنا هنجيب لعيب يعني عالمي، وفي الاخر بصراحة يعني لعب الماتش اللي فات مشفناش منه اي حاجة تذكر. لا اداء دفاعي مثلا قوي، ولا اداء هجومي قوي مثلا يشفع له الاداء الدفاعي، ولا اي حاجة، ولا ثقة بالنفس، ولا اي حاجة. هو اللعيب صغير لسه 19 سنة، بس يعني برضه المفروض كنا نشوف منه اي حاجة. يعني اتمنى عشان نقدر نحكم عليه 100% انه برضك نشوفه الماتش الجاي باك يمين، عشان نقدر فعلا نقول ان هو فعلا اخد فرص كتير وما قدمش اي حاجه. فاتمنى ان هو يشارك عشان نشوفه مره تانية. الاثنين المساكين اعتقد هيبقى هم نفس الاثنين مساكين، الونش وجنبه هشام فؤاد. على فكره هشام فؤاد لعيب كويس جدا جدا جدا. وباك شمال بنسبه كبيره هيبقى ايشو، اللي قدم اداء كويس قوي الماتشين اللي فاتوا. يعني لحد دلوقتي هيبقى نفس حارس المرمى، نفس خط الدفاع بالكامل بتاع ماتش حرس الحدود. في نص الملعب اتوقع برضه انه هيبقى نفس نص الملعب. محمود جهاد اللي قدم ماتش كويس قوي الماتش اللي فات، لعب 90 دقيقة مع سيف جعفر، اللي اتمنى ان حد تاني ياخد مكانه. اتمنى يكون احمد حمدي، اتمنى يكون ناصر ماهر يرجع وياخد مكانه. اتمنى نشوف لعيب مكان سيف جعفر، لان سيف جعفر يعني لعب الماتشين اللي فاتوا لكن ما قدمش اي شيء يذكر. مع ادم كايد اللي هو بيلعب رقم 10، الى حد ما كويس، ممكن نشوفه اساسي الماتش الجاي. والثلاثه اللي قدام هم بنسبه كبيره جدا هيبقى هم نفس الثلاثه، اللي هو ناحيه اليمين بتزيرا، وناحيه الشمال احمد شريف، ومهاجم عمرو ناصر. ويبقى على الدكه موجود عندك لعيبه تقدر تنزلها الشوط الثاني، زي ناصر منسي، زي عدي الدباغ، زي عمر جابر. في لعيبه ممكن تنزلها زي الماتش اللي فات. واتمنى اتمنى بجد من احمد عبد الرؤوف ان هو يدي وقت اكبر شويه. يعني اتمنى نتيجه الماتش مثلا
تسمح ان هو يدي وقت اكبر شويه لانس وائل ولمحمد حمد وللفرنسي في نص الملعب، والمحمد ابراهيم مثلا باك يمين. لو بارن اوشن مش بيقدم المطلوب منه ممكن ينزل محمد ابراهيم. محتاجين ان احنا نشوف اللعيبه الصغيره دي وقت اطول، محتاجين ان احنا نشوف اللعيبه الصغيره دي مش كلهم مع بعض في نفس الوقت، يعني مش زي ما حصل كده في ماتش كارت اسماعيلي نزلهم كلهم الشوط الثاني فالزمالك مات حرفيا. لا يعني واحده واحده، يعني مثلا انت ممكن في وقت من الاوقات، انا كان نفسي الماتش اللي فات في الوقت اللي ادم كايد واحمد شريف ادائهم قل جدا، كان نفسي ان بتزيرا ممكن يخش جوه شويه 10 ويجي مكانه شويه انس وائل ناحيه اليمين. كان ممكن انس وائل ينزل ناحيه اليمين بدري شويه، يبقى هو يمين وبتزيرا في النص، كان ممكن يحصل حاجات كتير. ففي اكتر من فكره ممكن تتعمل، ممكن بتزيرا يخش جوه زي ما أنا قلت، ممكن انس وائل ياخد ناحيه اليمين او ناحيه الشمال. فمحتاجين ان احنا نحاول نطلع من اللعيبه الصغيره دي لعيبه فعلا تقدر تبقى موجوده في الفريق الاول وتقدر تفيد الفريق في الباقي من الموسم، اذا كان في الدوري او حتى في الكونفدراليه او حتى في الكاس. انس وائل شفناه في الماتشين اللي فاتوا، لا ممكن يجي منه حاجه كويسه. نفس القصه هشام فؤاد المساك، فانت ممكن تكسب مساك كويس جدا، ممكن زي ما حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد برضه كان طالع كده، فيريرا كان مطلعه لعيب برضه صغير ولسه، لكن لما دخل واخد ماتشاته مع الوقت لا فعلا ظهر ان هو لعيب كويس يجي منه. نفس الكلام الواد هشام فؤاد ده مساك يجي منه، انس وائل وينج يمين يجي منه جدا. محتاجين برضك نشوف محمد حمد، محتاجين نشوف لعيبه تانية ممكن فعلا تفرق مع الفريق، بدل ما انت تروح تجيب لعيبه بالملايين وفي الاخر بتطلع اي كلام وبيمشوا ومش بيقدموا اي حاجه للفريق وبيمشوا، وبعدين بيبقى علينا غرامات بسببهم وايقاف قيد و لا انت ممكن تطلع لعيبه ناشئين زي دي 4 5 6 لعيبه يفرقوا معاك انت كفريق، وفي نفس الوقت ممكن بعد كده تبيعهم وتكسب فيهم فلوس ويوفروا عليك الملايين اللي انت بترميها على الفاضي في لعيبه ملهاش اي لازمه. فاتمنى ان انا ان احنا نشوف اللعيبه الصغيره دي في الماتش ده او الماتشات اللي بعد كده. اتمنى التشكيل يبقى هو نفس التشكيل بنسبه كبيره الماتش اللي فات. اتمنى ان احنا نبدا ويبقى شكلنا حلو ونقدر نكسب علشان نصعد من المجموعه وننافس عليها. هي بطوله تعتبر هي اقل بطوله موجوده خلال الموسم بعد الدوري ودوري الكونفدراليه والكاس. كاس الرابطه هي اخر بطوله، لكن لازم الزمالك لما يلعب في اي بطوله لازم ينافس على اي بطوله لحد الاخر. اتمنى احمد عبد الرؤوف يقدم مردود احسن كمان من ماتش الحرس، وان احنا نكسب بدري بدري، مش لازم نكسب في اخر دقيقه او اخر لحظه زي ماتش الحرس. لا نتمنى ان احنا نكسب ونسجل اكتر من هدف بحيث نقدر نشوف اللعيبه الصغيره ويبداوا يخشوا في الفريق اكتر واكتر، ونقدر نشوف ونقدر نحكم على اللعيبه دي اكتر واكتر. بالتوفيق للزمالك والاحمد عبد الرؤوف في الماتش ان شاء الله، ونكسب فوز مريح، مش كل ماتش نقعد يعني لحد الدقيقه حاجه و90 مش عارفين نكسب. لا اتمنى ان احنا نكسب بدري شويه ونشوف ماتش كويس باذن الله.